السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعداءهم أجمعين. جاء حديث في البخاري، صحيح البخاري، عن ابن عباس قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وآله قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. بيت رسول الله حجرة صغيرة ولن يدخلها إلا علية القوم من الصحابة، وخاصة في هذه الظروف التي كان فيها رسول الله، ومن بين هؤلاء الرجال كان عمر. نكمل. قال: هلم أكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده. يا الله على هذا الكتاب، كتاب يعصم المسلمين من الضلال. هل يوجد مخلوق يرفض هذا الكتاب؟ نعم يوجد. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. عجيب، رسول الله يقول: هلم أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعده، وعمر يقول: غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. ما هو الغريب في قول رسول الله حتى قال عمر أن رسول الله غلبه الوجع، ويقول عندكم القرآن، حسبنا كتاب الله؟ إذن عمر رفض كتاب رسول الله الذي يعصم من الضلال. نكمل. واختلف أهل البيت واختصموا، يعني من كان في البيت، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وآله قال: قوموا عني. فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، يعني إن المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. عندما وقع الاختلاف وقال عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله غلبه الوجع، وفي رواية أخرى يهجر، قام رسول الله بطردهم وقال: قوموا عني. طردهم من عنده. إذن رسول الله طرد عمر من بيته في آخر أيام حياته. إذن عمر طريد رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن نأتي إلى كتاب الله في سورة هود: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. آية أخرى سورة الشعراء: وما أنا بطارد المؤمنين. آية أخرى سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن رسول الله مستحيل يخالف كلام الله ويطرد المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وإنما يطرد الذين لا يؤمنون بالله ولا يريدون وجهه. وإذا طرد الذين آمنوا سيكون رسول الله من الظالمين، وحاشاه من ذلك. الآن عندنا هذه الاختيارات: إما عمر غير مؤمن ولا يريد وجه الله لأن رسول الله طرده، أو أن رسول الله من الظالمين وحاشاه لأنه طرد عمر وهو من المؤمنين، أو أن البخاري كذاب يكذب على رسول الله وعلى الصحابة، وكل هذا لم يحدث. وأترك الاختيار لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.